السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعين، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. للأسف بعد موت ورحيل عبد الله ابن الفنان الكبير حسن يوسف، كتب الفنان وجدي العربي على صفحته الشخصية، بيقول أنا مش شمتان في موت ابن حسن يوسف، ولكن أنا عايزه يتعظ لأن ده ابنه المدلل اللي مات، ويفتكر ان الايام بتلف وان الدور جه على ابنك زي بالظبط ما الدور جه قبل كده على الدكتور البلتاجي انه يفقد ابنه. عشان تحس قد ايه الموت صعب لما بتفقد حد غالي عليك، وقد ايه الموت صعب ووجعته صعبة، عشان تحس باللي كانوا فيه قبل كده. طبعا كل الناس شافت البوست اللي هو كتبه، وردت عليه الإعلامية بسمة وهبة وقالت له انت ازاي بتقول كده؟ لو كان والدك عايش كان ضربك 100 قلم على وشك. كلنا عارفين ان والد الفنان وجدي العربي هو عبد البديع العربي. قالت له ان والدك كان فنان محترم، وما كانش ينفع من شخص زيك ان هو يعمل اللي انت عملته ويقول اللي هو قاله. ما ينفعش تشمت في الموت. ورد عليه جمهوره برد صادم، قالوا له ازاي انت بتقول كده؟ ازاي بتقول ان انت مش شمتان في الموت وانت كل كلامك شماتة؟ انت بدل ما تواسيه وتقول له ربنا يرحمه ويخلي لك اولادك التانيين، وازاي انت بالشمتان وبتقول كده؟ يا راجل، عيب على سنه، احترام سنه واحترم سنك كمان. هو ما ينفعش ابدا اللي انت قلته. وطبعا كلنا زعلانين من ان هو قاله، ويا ريت لو حد ليه مبرر يقول في التعليقات، لو يعني ليه وجهة نظر تانية. ولو كنتوا وصلتوا لاخر الفيديو ما تنسوش تترحموا على عبد الله، وكمان تعملوا لايك واشتراك. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.